البريوش من أحلى الوصفات اللي ممكن تجربيها، عجينة طرية قوي وهشة وكمان سهلة في تحضيرها، مناسبة جدا لو لسه مبتدئة في المطبخ، مش بتاخد وقت خالص في التحضير وكمان هتظبط معاكي من أول مرة. حلوة للفطار وعلى العشاء، وممكن تتاكل جنب كوباية شاي كده، طعمها بيبقى تحفة. لو أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي بالمقادير على طول. أول حاجة بنحتاج ليها دقيق وبيض وزبدة، 3 مكونات بس. كيلو دقيق متعدد الاستخدامات أو خاص بالمخبوزات، ومعايا 200 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ تكون طرية كده، أي نوع يعجبك تستخدميه. وكمان 4 بيضات تكون بدرجة حرارة برضو المطبخ. العجينة طريقتها الأساسية زبدة ودقيق وبيض، مش بيكون فيها سوائل كتير علشان تبقى طرية كده وهشة وناعمة معانا. دي المكونات الأساسية والرئيسية لنجاح عجينة البريوش علشان تبقى زي القطنة. معايا هنا كوباية كمان من المية، ونشوف بقية المقادير معانا ايه. كوباية من السكر، 3 معالق كبار من الحليب البودر. الحليب البودر تحفة للمخبوزات بصراحة، بيوديها في حتة تانية. ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة تانية كمان من الملح. دي المكونات كلها مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. عايزة أقول لكم إن دي أظبط مقادير لعجينة البريوش بعد تجارب كتير جدا. أول حاجة هنعملها هنجهز الخميرة. هاخد بقى كوباية المية الدافية وهضيف ليها الخميرة الفورية بتاعتي وهقلبها كويس جدا، وهسيبها على جنب علشان ترتفع وتتفاعل معايا وتسهل معايا عملية إن العجينة تخمر بسرعة. وهجيب بقى البولة بتاعتي وهنزل بالسكر واللبن البودرة وكمان البيض، وهقلب بقى المكونات دي كويس جدا. أنا بحب أي حاجة بستخدم فيها البيض أضيف ليها باكت صغير كده من الفانيليا علشان يعني نتفادى ريحة الزفارة والحاجات دي. أقلب بقى المكونات كويس خالص لغاية ما أحس إن البيض السكر داب خالص والبيض خلاص بقى تمام. وبعدين هنزل بالكيلو دقيق بتاعي، هنزل بالكمية كلها على بعضها كده. وبعدين هنزل بقى هضيف البيكنج باودر والملح، وهقلب كده تقليبة كده سريعة. وبعدين هتكون بقى الخميرة بتاعتنا تفاعلت شوية، أنا يعني ملحقتش قد كده تتفاعل عشان كنت شغالة على طول واتأخرت عليها. بس العجينة الفورية يعني من الحاجات اللي مش بتاخد وقت، بتتفاعل على طول، حتى لو رشيتيها مباشرة على العجينة بتعمل مفعول سريع ما شاء الله. أنا كده بقلب المكونات وهبتدي بقى أعجن كل حاجة بإيدي. طبعا لو عندك عجان الموضوع هيبقى أسهل بكتير. أنا هنا باضيف الخميرة بتاعتي وهقلب بقى كده وهعجن بإيدي. العجينة في الأول هتكون صعبة جدا، بس بلاش تضيفوا أي سوائل، هي كده المقادير مظبوطة جدا. هتلاقيها صعبة ومعضمة كده وناشفة معاكي ومش بتاخد وتدي خالص، بس هي واحدة واحدة بتلين. يعني بلاش تضيفي أي سوائل، دي المقادير مظبوطة بالملي. لو ضفتي أي سوائل العجينة الملمس بتاعها هيبوظ منك خالص والنتيجة مش هتبقى مظبوطة. هتفضلي تعجني فيها كده شوية لغاية ما تبتدي تلم معاكي. شايفين العجينة ناشفة في ايدي وبتلزق ويعني صعبة جدا، حتى لو بالعجان هتاخد وقت منك علشان تلين، بس هي واحدة واحدة هتبتدي تلين معاكي. احنا هنا محطناش الزبدة، احنا هنحط الزبدة بالتدريج. أول ما ألاقيها ابتدت تلم معايا بالشكل ده، هوريكم كده بالشكل ده، هبتدي اخد بقى قطعة زبدة بقطعة زبدة وأقلب. يعني هاخد نص القالب بتاعي كده زبدة وهعجن كويس. الزبدة بتاعتي تختفي هكمل بقية الزبدة بتاعتي، يعني هقسمها كده على 4 مراحل. كل مرحلة هضيف مكعب زبدة لغاية ما تلين معايا وتختفي خالص الزبدة بالتدريج. احنا مش بنضيف الزبدة كلها مرة واحدة، هتلاقي بعد ما تضيفي الزبدة برضو بتلزق معاكي ولزقة والطبق مش نضيف خالص كله عجين. كل لما تعجني وتخدمي العجينة كويس كل لما تاخدي نتيجة أحسن. هي يعني بتاخد وقت شوية بس النتيجة بتاعتها كويسة جدا. شايفين هي خلاص بدأت تلم معايا، أنا خلصت
ال200 جرام زبدة حطيتهم على 4 مرات، بدأت تلم معايا وإيدي خلاص ما عادش فيها عجين قد كده، بس لسه العجينة بتقطم معايا. عجينة البريوش عجينة طرية جدا وفيها مطة قوية، هتفضلي تعجني فيها مش أقل من 10 دقايق لغاية ما تبقى معاكي يعني زي القطنة كده وزي الأستك. كل ما تخدميها كل ما تاخدي نتيجة أحسن. شايفين الطبق نضف معايا والعجينة ما عادتش بتلزق وبقى فيها عرق وبقت جميلة ما شاء الله. هغطيها بقى وهسيبها تخمر مش أقل من ساعة، يعني لو الجو برد عندك شوية زودي، إنما مش أقل من ساعة. لازم العجينة تخمر كويس وترتاح كويس علشان النتيجة تبقى مظبوطة وناخد النتيجة اللي احنا عايزينها. هنا بقى خلاص بعد ساعة بقت بالشكل ده. شايفين ما شاء الله العجينة زادت جدا، هفضي الهواء اللي فيها وشايفين المطة بتمط معايا مش قادرة أشدها من المطة. هحطها بقى على المفرش بتاعي وهظبطها كده وهقطعها 4 أجزاء، هقسمها ل4 مربعات كده، يعني شكل كده بالنظر كده، مش لازم يبقوا متساويين قوي. وبعدين هاخد كل جزء وهقطعه من 4 ل5 قطع على حسب ما يطلع معاكي بقى، يعني على حسب التقطيعة بتاعتك. بس هي الكمية دي عملت لي حوالي 20 قطعة من البريوش. شايفين انا بلم كل جزء لوحده كده وبعدين هعمله على شكل اسطواني كده، يعني بالشكل كده بالورب، وبعدين بقى هقسمه ل4 أو 5 قطع على حسب ما يطلع معايا. يعني في قطعة طلع معايا 4، في قطعة طلع معايا 5، انتي وحظك بقى وتقطيعتك وشكلها. هسيبها كده زي ما هي بالطول علشان يبقى سهل معايا التقطيع. هقطع بقى الكمية كلها وابتدي اشتغل فيها مرة واحدة. شايفين عمل معايا 20 قطعة. القطعة اللي احنا مش هنستخدمها لازم نغطيها علشان ما تنشفش. هاخد قطعة كده واقعد ارول فيها عشان اعملها بالشكل الطويل ده، شكل حبل كده، ما يبقاش لا سميك قوي ولا رفيع قوي. شايفين بتني تنيتين واضغط عليهم جامد وبعدين بلفها كده زي الحبل كده داير ما يدور، واخد اخر قطعة واحطها تحت علشان ما تفكش معايا. وطبعا بحطها بقى في صينية مش ما تكونش مدهونة اي حاجة خالص. هعمل واحدة كمان، اجيب كده القطعة واعملها رول طويل واضغط. اهم حاجة تضغطي على اول لفتين علشان ما يفكش معاكي، واخر حتة يعني بحطها فيها بقى من تحت كده علشان ما تفكش معايا خالص، ولا لان لسه هتخمر تاني. شايفين لازم يكون الحجم بتاعها يعني ما يبقاش سميك قوي ولا تبقى رفيعة قوي. بتني واضغط جامد في الاول وبعدين بلف بكل سهولة. في اشكال كتير للبريوش بس ده الشكل الاساسي بتاعها وانا بحبه بصراحة. ما شاء الله دي الكمية كلها عمل معايا 20 قطعة. هسيب بقى البريوش بتاعي يتخمر لمدة نص ساعة، اغطيه كده واسيبه يتخمر تاني لمدة نص ساعة. ان احنا بنخليه يتخمر على كذا مرحلة النتيجة بتاعته بتبقى تحفة جدا. هغطيه كده بكيسة وبعدين قطعة قماش واسيبه نص ساعة ونحضر بقى خليط التغطية. انا معايا هنا 2 صفار بيضة وضفت عليهم معلقتين كبار من اللبن ونص باكت فانيليا. هقلب بقى الحاجات دي كلها وبعدين ده الخليط اللي احنا هندهن بيه الوش بتاع البريوش علشان ناخد اللون الجميل بتاع الافران. شايفين ما شاء الله حجمه زاد معايا. لازم نبقى سايبين مسافات في الصينية لان برضو بعد التسوية الحجم بتاعه هيتضاعف زي السينابون كده. خدوا بالكم بس ما تبقوش لازقين قوي القطعة جنب بعضها علشان القطعة لسه هتريح وهتعلى تاني في الفرن. يعني ما شاء الله بعد نص ساعة كان خمر جدا وحجمه زاد كمان في الفرن هيزيد اكتر. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 180 لو الفرن بتاعك حامي. لو الفرن مش حامي او فرن كهرباء درجة 200 هتبقى كويسة جدا. في الرف الاوسط هياخد حوالي ربع ساعة بالظبط. اللون طبعا بتاعه بيبقى موحد اكتر في الافران الكهرباء. في الافران الغاز يعني بيبقى الشكل جميل وكل حاجة بس مش زي الافران الكهرباء. هضيف بقى رشة من السكر كده عليه. طبعا هو الوصفة الاساسية بتاعته بيضيفوا سكر خشن بس انا مش عندي غير السكر الناعم فمفيش طبعا يعني مفيش مشكلة. الجيش قالك اتصرف. انا ضفت هنا سكر ناعم والدنيا تمام وجميل وما شاء الله طلع زي الفل. زي ما قلت لكم بياخد ربع ساعة وبيكون خلاص استوى.
على حسب برضو حرارة الفرن بتاعك، يعني خدي بالك من الفرن بتاعك، هو اكتر حاجة تحدد الوقت، بس اهم حاجة ان يكون على الرف الشبكي في النص. خلاص الصواني بتاعتي جاهزة ان هي تدخل الفرن كده، كده خلاص جاهزة. بعد ربع ساعة بالظبط بيكون جاهز. هنا خلاص اتحمر معايا وطلع من الفرن ما شاء الله. انا مش هاجي جنبه خالص ولا هعمل اي حاجة، انا هجيب قطعة قماش من عندي واغطيه بيها لمدة نص ساعة علشان الوش بتاعه يبقى طري كده وجميل، لان السكر بيبقى منشفه شوية. هغطيه كده واسيبه نص ساعة وبعدين هستخدمه. ده بعد نص ساعة العجينة طرية جدا، قطنية فوق ما تتخيلوا، يعني أنعم وأطرى من العيش الفينو. عارفين طراوة العيش الفينو؟ هو أطرى منه، وطعم السكر وريحة الزبدة مخلية الدنيا ريحتها زي الفل. الطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش بتاخد منك أي وقت خالص. الوقت بتاعها كله في التخمير، إنما كعمايل أو يعني طريقة مش بياخد مننا وقت خالص. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، هستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يا رب أكون ضيفة خفيفة كده على قلوبكم. أشوفكم على خير مع فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.